لكن في صورة أخرى، وهذه حدثني بها شاب ملتزم من أهل القرآن، قال: أخي يعمل في محلات العطور منذ سنوات، فذهبت يوما لأزوره في المحل وهو رجل متزوج، أخوه متزوج. قال: فذهبت لأزوره في محل العطور الشهير، ففوجئت بالفتيات الغاديات الرائحات من العاملات في المحل، وبعضهن تكشف وجهها، والبعض الآخر تكشف جزءا من الشعر، والبعض الآخر تلبس عباءة أو حجابا ساترا، والبعض الآخر تلبس تنورة وبلوزة وما شابه ذلك. قال: فدخلت إليه وأنا لا أكاد أرى الدنيا: فلان، ما الذي يجري؟ ما هذا؟ قال: أخي الأكبر، وهو يعرف أنني من أهل القرآن والتحافيظ وشاب ملتزم، قال: اجلس. قال: فأجلسني. قال: ثم فورا وبدون أن ننتبه قال: فلانة. نادى إحدى زميلاته الغاديات الرائحات، وكانت محجبة لا يظهر منها إلا الوجه. قال: هذا أخويا فلان، بالله بالله عليك، من أحلى، أنا ولا هو؟ فضحكت وقالت: والله أنتم الاثنين ما بكم شيء، كل واحد أحلى من الثاني، الله يخليكم لبعض ويخليكم لأهلكم. هذه صورة موجودة. هل نتوقع أنها لا تحدث؟ تحدث، وفي كثير من الأسواق وفي كثير من المحلات. هؤلاء بناتنا هن من يعمل في هذه الأماكن، ويعمل بجوارهن شباب متأنق جميل وسيم أنيق، يفتح صدره ويخرج شعره ويلبس بنطلونا ويلبس بلوزة ويضع في شعره الجل ويتحدث ويتكلم ويضاحك. موجود. أنا لست متطرفا والله العظيم، ولست سوداويا، رأيت هذا بعيني. حدثني واحد ممن يعمل في إحدى المولات الكبيرة، قال: والله إن أحدنا ليدخل إلى المحل فتقابله زميلته وتقول له: ما شاء الله اليوم إيش البلوزة الجميلة، إيش الألوان الخطيرة، من فين أخذت، إيش الحلاقة الحلوة ذي، رائحة العطر جميلة. هذا هو الحديث الذي يدور. لست مبالغا والله، وإن كنت مبالغا فأعتذر، وسآتي وأقول عكس ذلك في الخطبة القادمة. هذا ما يمكن أن يجري، هذا الذي ليس ما يمكن أن يجري، بل هذا هو ما يحدث لابنتك لو سمحت لها أن تعمل هناك، لأختك لو سمحت لها أن تعمل هناك. تضع الرجال بجوار الفتيات في مكان واحد ولمدة 8 ساعات، فترة صباحية وفترة مسائية، ثم تريد منها أن تكون ناسكة عابدة صالحة، تريد من زميلها أن يحفظها كتاب الله، أن يذكر الأذكار المسائية والصباحية مثلا. لا نضحك على بعض أيها الإخوة، لا داعي لأن نغطي عيوننا وأن ندس رؤوسنا في الرمال. في أي مكان تذهب إلى أي استقبال في مستشفى لتجد الفتيات والشباب. لماذا؟ افصلوا بينهما. ما الذي يحدث لو فصلت بينهما؟ لا يصح ولا ينبغي شرعا وعقلا ومروءة وغيرة وشرفا بكل المقاييس. هل كنا نتخيل يوما من الأيام أن تكون أسواقنا بهذه الطريقة؟ إن المرأة مجرد أن تمر في السوق وهي حتى أحيانا متحجبة وصالحة يلاحقها الشباب، فما بالك إذا كانت بجواره؟ وما بالك لو كانت متصنعة لنوع من التمنع؟ إنهم يتآمرون على أن يكسروا أنفها. ومن البطل الذي يستطيع أن يسلمها بين أيديهم؟ الشباب حينما تتحدث إليهم، وقد تحدثت إلى بعض من هؤلاء في المحلات، قالوا بمنتهى الشفافية والصراحة: والله إننا نتقابل في المقاهي وفي المطاعم، وأحيانا تنظم لنا حفلات من قبل أصحاب المحل أو الشركات، نوع من الترفيه، ويأتي الفتيات ونأتي نحن. أعوذ بالله، في مجتمعنا الإسلامي يحصل هذا. لماذا؟ كيف رضينا وكيف سلمنا وكيف قبلنا؟ لسنا ضد المرأة، أعظم إنسان في الوجود هي المرأة، هي أمي وأمك،
هي زوجتي وزوجتك، هي أختي وأختك، هي ابنتي وابنتك. نحن نقدر المرأة ونعلي شأنها، نحن نعظمها من أن يمسها الناس، من أن يقتربوا منها، من أن يهينوا كرامتها.